1500 بني ادم، 350 عربيه نقل، و20 اتوبيس طالعين من تونس، ومن تونس على ليبيا، ومن ليبيا على مصر، ومن مصر لغايه معبر رفح. ايه هي قافله الصمود، وايه خط سيرها، ومين اللي بيمولها؟ هنعرف كل القصه من البدايه للنهايه من طقطق. السلام عليكم. يوم الاثنين 9/6/2025، شارع محمد الخامس من العاصمه تونس. تطلع القافله من تنسيقيه العمل المشترك من اجل فلسطين. القافله فيها 1500 شخص من تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا. القافله علشان تلم العدد ده عدت على محافظات تونسيه كتير في البدايه، زي سوسه، صفاقس، قابس، ومدنين، ومرورا ببين اردان وصلت للنقطه الحدوديه الفاصله ما بين تونس وليبيا واللي اسمها رأس جدير. وفي يوم 10/6/2025 تنجح قافله الصمود بالتنسيق مع الحكومه الليبيه ان هي تخش ليبيا. المفروض خط سير وخطه القافله بعد كده، بعد ما عدوا من معبر راس جدير الفاصل ما بين تونس وليبيا، ان هم يعدوا من خلال طرابلس، مصراته، سرت، بنغازي، وطبرق، لغايه لما يوصلوا للحدود المصريه الليبيه اللي هي السلوم، اللي هو المتوقع ان هم يوصلوا لها في يوم 12/6/2025. وبعدين من السلوم للقاهره، ومن القاهره لغايه معبر رفح البري اللي هو متوقع ان هم يوصلوا له يوم 15/6/2025. منظمه التنسيقيه صرحت بان القافله دي مش معاها اي مساعدات انسانيه ولا غذائيه ولا طبيه. طب امال هم رايحين ليه؟ هم رايحين علشان يزودوا الضغط العالمي لكسر الحصار على قطاع غزه بالتوازي مع مركبه مادلين. طيب مين اللي بيمول القافله دي؟ يعني احنا عندنا قافله ضخمه زي دي، 350 عربيه، 20 اتوبيس، محتاجين بنزين، محتاجين جاز، محتاجين حاجات كتير قوي، وعندنا 1500 بني ادم محتاجين اكل وشرب ورعايه. حتى الان مفيش اي مصدر بيقول ان في اي تمويل كبير رايح للقافله دي. التمويل ليها كان تمويل بسيط من بعض المنظمات المدنيه في تونس، زي نقابه الاطباء والصحفيين والمحامين. وبعد ما القافله دخلت ليبيا، في بعض المنظمات المدنيه الليبيه بدات تدعمها. على سبيل المثال، بعد تصريح الحكومه الليبيه للقافله ان هي تعدي، وبعد التنسيق مع الشرطه الليبيه وقوات الطوارئ، بعد ما القافله دخلت، عندنا اهالي الزواره والزاويه دعموا القافله دي بالاكل والشرب والبنزين كمان. والقافله دلوقتي في طريقها لقطع الساحل الليبي بالعرض كله لغايه لما توصل للسلوم. وحتى الان مفيش اي تصريح او موافقه من الحكومه المصريه بان هي تعدي القافله دي من الحدود المصريه الليبيه. القافله بعتت طلب رسمي للحكومه المصريه والسفاره بان هم عايزين يعدوا الحدود، ولكن الحكومه المصريه ولا وافقت ولا رفضت في الموضوع ده. هي الموضوع لغايه دلوقتي ما تمش الرد عليه، علشان الموضوع مش عشوائي، الموضوع محتاج دراسه ومحتاج تنسيق وتنظيم علشان الحكومه المصريه تقدر تتفادى اي تداعيات امنيه ممكن تحصل على الحدود. فيا جماعه الخير، خلاصه الموضوع ده ببساطه، لو الحكومه المصريه قادره على تامين وتنظيم القافله دي، فدي هتبقى ورقه ضغط كبيره جدا جدا في وش اطنان من المساعدات الانسانيه اللي واقفه في الأراضي المصرية في معبر رفح، ومش عارفين ندخلها لقطاع غزة اللي مفروض عليها الحصار. ولكن على النقيض، لو الحكومة المصرية غير قادرة على كل الكلام ده، فما تدخلهمش أحسن، لأن أي مشاكل أو أي تداعيات أمنية هتحصل بسبب القافلة هتبقى في وش الحكومة المصرية، والحكومة المصرية هتبقى هي المسؤولة عنها. فاحنا مستنيين رد فعل أو تصريح رسمي من الحكومة المصرية على القافلة اللي في طريقها دلوقتي على ساحل ليبيا وصولا للسلوم، وهنشوف ايه اللي هيجرى وايه اللي هيحصل. وكان معكم حورس كابتن مسلم، ويلا اقعدوا بالعافيه.